الجزاء ابدع اليوم في نظم المقال وامدحي من لها أحلى خصال بامرأة كان شعرك راتبي يا القوافل قوية الجزاء ابدع اليوم في نظم المقال يا القوافل قوية الجزاء ابدع اليوم في نظم المقال وامدحي من لها أحلى خصال بامرأة كان شعرك راتبي فالفخر أمرأة كان أقبلت الفريدة بالطبع تميزت بوصفها حروف شعر تحيرت كيف الأشعار فيها تكتبي امرأة كان مثل أمك ذهب الكرم والعطاء على النسب والخصال الجميلة والأدب أنت حرة بنت شيخ النبي يبرا كان يطيب ونقى شيخ شامخ وفي العلي التقى الكرم والعطاء منه استقى لو حضر قال قول يطربي في هدي الحلاوة والبهاء والمكارم وقوة طيبها نكتب القاف والمغنى بها ماخذ الجود من أم وبي يا فتون كيف نقدر نمدحك والحلاوة والوسامة مسرحك فيك بسمة وطلة تشرحك يا نقية وقلب مهذبي في بناتك نقول القافية في مزون الوصوف الغالية طيبة والمحاسن وافية والله فيها حسن أحلى من الضبي وبقريب العيال أهل الفخر كلنا بالنشامة نفتخر الدروع العضيدة والذخر والله عيالك أغلى مكسبي والحفيدة غنادر بلا يا هدية من الله ترسمه فرحة الكل لو تتبسمين حبنا تستحق اللي تبي والرجاجيل اخوانك لهم راس مرفوع فخر فعولهم النشامة وعالي اصلهم اخوان عز يا امراك الرحبي والخوات الكريمة الطبع للطهارة وللعفة نبع ذكرهم مثل ما بدر يشع حسن اخلاق واسم طيبي والفخر زود باعمام العريس للشهامة بشهامتهم نقيس بين كل العرب جوهر نفيس ما يردوا لطالب مطلبي يمرا كان جعل افراحكم دايمه والسرور بداركم والفرح والسعادة فالكم والختم دوم